السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مراجعات. والنهاردة إن شاء الله بنعمل مقارنة أولية ما بين أكتر جهازين الناس محتارين بينهم في الشراء، أو ما جهاز انفينكس 03 وجهاز هواوي جي ار 5. إن شاء الله هتكلم في المقارنة دي عن مواصفات ومميزات وعيوب كل جهاز، بحيث إنك إن شاء الله لما تيجي تقرر الشراء تبقى عارف كل جهاز إيه اللي ليه وإيه اللي عليه. وإن شاء الله كمان تبقى عارف كويس قوي إن أنت هتشتري الجهاز ده ليه ومش هتشتري الجهاز التاني ليه. فتابعونا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية، وان شاء الله اول حاجه هنتكلم عنها في المقارنه هي التصميم والخامات والشكل الظاهري. 03 جسمه اغلبه مصنوع من البلاستيك، لكن الجي ار 5 جسمه اغلبه مصنوع من المعدن. الفراغ اللي تحت الشاشه في ال 03 مش مستغل تماما بوضع زراير او شعار انفينكس، لكن في جي ار 5 مستغل ان هم حاطين شعار واوي. في فريم اضافي اسود حوالين الشاشه في جي ار 5 غير الفريم الاصلي للجهاز، لكن في الزيرو 3 مش موجود. في فلاش امامي في الزيرو 3 يدعم الكاميرا الاماميه، لكن مش موجود في الجي ار 5. الجي ار 5 فيه في ظهر الجهاز مستشعر بصمه متعدد الوظائف، لكن الزيرو 3 ما فيهوش مستشعر بصمه. الشاشه في الزيرو 3 عليها طبقه حمايه زجاجيه كورنينج جوريلا جلاس 3، لكن في جي ار 5 ما فيش اي طبقه حمايه. اخر حاجه السماعه بتاعه الجي ار 5 موجوده في فريم الجهاز من تحت، لكن السماعه بتاعه الزيرو 3 في ظهر الجهاز. تاني حاجة هنتكلم عنها في المقارنة هي خصائص المكونات. جهازين بيدعموا تشغيل شريحتين اتصال، جهازين بيدعموا الجيل الرابع من الشبكات وخدماتهم LTE، وجهازين الشاشة بتاعتهم 5.5 بوصة بدقة 1920 في 1080 فول اتش دي بكثافة 401 بي بي اي. الزيرو 3 بيجي بشيبسيت ميديا تك ومعالج ام تي 6795 او الهيليو اكس 10. هو بروسيسور ثماني الانوية 64 بت، تردده بيصل الى 2.2 جيجا هرتز. لكن الجي ار 5 بيجي الشيبسيت من كوالكوم بمعالج سناب دراجون 616 ثماني الانوية، 4 في 1.5 جيجا هرتز و4 في 1.2 جيجا هرتز. هو 64 بت وتردده بيصل إلى 1.7 جيجا هرتز. معالج رسوميات أو الجي بي يو في 03 هو باور في ار روج جي 6200، وهو معالج قوي ما شاء الله، تردده يصل إلى 700 ميجا هرتز. لكن في جي ار 5 معالج الرسوميات بتاعه ادرينو 405 وتردده يصل إلى 550 ميجا هرتز. 03 بيحتوي على 3 جيجا رام، متوفر في الرام قبل تحميل التطبيقات حوالي 2 جيجا، لكن بعد تحميل التطبيقات حوالي 1.5 جيجا. لكن جي ار 5 بيحتوي على رام 2 جيجا بس، متوفر منهم قبل تحميل التطبيقات حوالي 1 جيجا، وبعد تحميل التطبيقات بيبقى حوالي 600 ميجا. المساحة الداخلية في الجهازين هي 16 جيجا، بيبقى المتوفر منها قبل تنزيل التطبيقات حوالي 10 جيجا. الجهازين بيدعموا تركيب كارت ميموري حتى 128 جيجا. الزيرو 3 بيدعم خاصية يو اس بي هوستنج، يعني تقدر توصل بيه وصلة او تي جي، توصل عليه فلاشة او اي حاجة تاني يو اس بي، لكن الخاصية دي للأسف مش متوفرة في جي ار 5. الجهازين بيدعموا طبعا سنسورات الاكسلرومتر والبروكسيميتي واللايت والكومبس. الجهازين فيهم جي بي اس وواي فاي وبلوتوث واف ام راديو. تالت حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها في المقارنة هي الكاميرات. الكاميرا الخلفية في 03 بدقة 20.7 ميجا بكسل من سوني مستشعر اي ام اكس 230، أما في الجي ار 5 هي الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل. جودة الصور الثابتة والفيديو بالنهار في 03 ممتازة، لكن في جي ار 5 جيدة جدا. جودة الصور الثابتة بالليل أو اندور ضعيفة في 03، بس ليها حل اللي احنا اتكلمنا عنه في مراجعة، وهو بتقليل الايزو. لكن في جي ار 5 جودة الصور الثابتة بالليل أو اندور جيدة. جودة الفيديو بالليل أو اندور ضعيفة بالنسبة لل 03 خاصة بدون فلاش، لكن في جي ار 5 جودتها جيدة بدون فلاش. ال 03 بيدعم تصوير فيديو بدقة 4K، لكن الجي ار 5 أقصى دقة تصوير يقدر يدعمها للفيديو هي 1080p. الكاميرا الأمامية في 03 دقتها 5 ميجا بكسل ومدعومة بفلاش ضوئي، لكن في جي ار 5 هي برضو 5 ميجا بكسل لكن غير مدعومه بفلاش ضوئي. الكاميرا الاماميه في 03 زاويه عدستها ضيقه نسبيا، ده معناه ان انت في سيلفيهات مش تقدر تاخد سيلفيهات واسعه شويه، لكن في جي ار 5 الزاويه بتاعتها عدستها جيده جدا. جوده الصور اللي بتنتجها الكاميرا الاماميه في 03 ممتازه، لكن في جي ار 5 جيده.
رابع حاجة هنكمل عنها إن شاء الله في المقارنة هي البطارية. بطارية الزيرو 3 ساعتها 3030 ملي أمبير، لكن في جي ار 5 هي 3000 ملي أمبير بس، وهي قريبين من بعض جدا. بالنسبة لاستخدام ال 3G ففي الزيرو 3 بتقعد حوالي 4 ساعات مع إضاءة متوسطة، لكن في جي ار 5 بتقعد ساعة زيادة 5 ساعات على إضاءة متوسطة برضو. بالنسبة لاستخدام الواي فاي في الزيرو 3 بتقعد حوالي 5 ساعات مع إضاءة متوسطة، في الجي ار 5 بتقعد حوالي 6 ساعات. البطاريتين ممكن يكفوا معاك اليوم في استخدام متوسط. البطاريتين غير قابلين للإزالة. البطاريتين نوعهم ليثيوم أيون. تميز أداء بطارية الجي ار 5 عن زيرو 3 ده يرجع لتشيبسيت الكواليكوم سناب دراجون، إن هي استهلاكها للطاقة أقل بكتير من استهلاك الهيليو اكس 10 في الزيرو 3. خامس حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها في المقارنة هي الملحقات اللي جاية مع الجهازين. الزيرو 3 بيجي معاه جراب مرن شفاف من خامة تي بي يو بيغطي الظهر والفريم الجانبي للجهاز، لكن الجي ار 5 بيجي معاه جراب بلاستيكي مقوى لونه مناسب للون الجهاز، وبيغطي برضو الظهر والفريم الجانبي. الزيرو 3 ما بيجيش مع سماعة هاند فري، لكن الجي ار 5 بيجي معاه سماعة هاند فري. زيرو 3 ما بيجيش معاه لاصقة حماية الشاشة، وده لأن في طبقة حماية زجاجية على الشاشة اوريدي اللي هي كورنينج جوريلا جلاس 3، لكن الجي ار 5 عشان ما فيش طبقة حماية على شاشته فبيجي معاه لزقة حماية الشاشة عادية مش زجاجية. بالنسبة لسكور الجهازين على بنش مارك انتوتو، فجهاز انفينكس 03 محقق توتال سكور حوالي 59,000 نقطة، لكن الجي ار 5 محقق حوالي 35,560 نقطة بس. بعد ما اتكلمنا عن الخصائص والمميزات والعيوب بتاعت كل جهاز وايه اللي ليه وايه اللي عليه، دلوقتي ان شاء الله هنتكلم عن ان انت ليه تشتري جهاز معين منهم وما تشتريش التاني. زيرو 3 هتشتريه عشان عدم وجود الفريم الأسود الإضافي حوالين الشاشة، هتشتريه عشان توفر طبقة حماية زجاجية على الشاشة كورنينج جوريلا جلاس 3، هتشتريه عشان في فلاش أمامي مدعم للكاميرا الأمامية، هتشتريه عشان المعالج بتاعه أفضل وأقوى في السرعة والإمكانيات من معالج جي ار 5، هتشتريه عشان في جي بي يو قوي جدا منافس للجي بيوهات الموجودة في السوق، وده طبعا بيبقى مناسب جدا للألعاب القوية. هتشتريه عشان الرام بتاعه أعلى بواحد جيجا، هتشتريه عشان بيدعم خاصية ال OTG أو ال USB hosting، هتشتريه عشان جودة تصوير الكاميرا بتاعته الخلفية رائعة بالنهار أو بفلاش ودقتها 20 ميجا بكسل من سوني، هتشتريه عشان في إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K، هتشتريه عشان جودة الكاميرا الأمامية ممتازة، هتشتريه عشان انفينكس فعلا بتقدم دعم كويس وتحديثات ومهتمة فعلا كشركة جديدة في السوق بالمستخدمين، هتشتريه عشان السكور بتاعه محققه على برنامج انتوتو فعلا سكور ممتاز جدا، هتشتريه عشان سعره اقل من الجي ار 5 ب 300 جنيه. اما الجي ار 5 فهتشتريه ان شاء الله عشان اسم هواوي الكبير والشهير كانتشار وتوافر وتوكيل، هتشتريه عشان الشكل العام بتاعه اشيك وافضل في الخامات الخارجيه، وهي طبعا مساله اذواق لكن ده رايي الشخصي. هتشتريه عشان وضعية الجهاز ما بتأثرش على صوت الجهاز، وده بسبب ان السماعة بتاعة الجي ار 5 موجودة في الفريم من تحت بتاع الجهاز، فطبعا ما بيأثرش على وضعيته، لكن في زيرو 3 عشان السماعة في ظهر الجهاز فانت لو متعود تحط الجهاز على ظهره فالصوت بتاعه هيتكتم بشكل كبير. هتشتري الجي ار 5 عشان متوفر فيه مستشعر بصمة، وطبعا بالنسبة لجهاز فيه مستشعر بصمة في الفئة السعرية دي فطبعا هو الواو جي ار 5 هو الوحيد اللي في الفئة السعرية دي اللي بيقدم مستشعر بصمة. هتشتريه عشان الشيبسيت اللي فيه مصنعة من شركة كواليكوم اللي بتصنع أحسن أو أفضل الشيبسيت الموجودة في الأجهزة الكبيرة أو الشهيرة. هتشتريه عشان البطارية بتاعته أفضل قليلا كأداء مع الشيبسيت الموجودة فيه. هتشتريه عشان جودة الكاميرا الخلفية أفضل في تصوير الفيديو ليلا أو اندور. هتشتريه عشان الكاميرا الأمامية زاوية عدستها أوسع فتقدر تاخد سيلفيهات أكبر. هتشتريه عشان أقل أخطاء في واجهة الاستخدام والنظام. هتشتريه عشان أقل سخونة في الأداء، ده طبعا يرجع برضه للشيبسيت اللي موجودة فيه. هتشتريه عشان بيجي معاه سماعة هاند فري. الانفينكس 03 بيتوفر بسعر 1729 جنيه غير مصاريف الشحن، لكن الجي ار 5 بيتوفر بسعر 2000 جنيه تقريبا في أغلب المحلات، أو عند المحلات الكبيرة زي كارفور بيبقى ب 2150. في النهاية أحب أشكر حضراتكم على متابعتكم للفيديو ده، وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه وساعدكم على اتخاذ قرار الشراء،
ولو عايزين إن شاء الله تتابعوني في فيديوهات ومراجعات قادمة إن شاء الله، يا ريت تعملوا سبسكرايب أو اشتراك في قناة مراجعات على اليوتيوب، وتتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، وتتابعونا على موقعنا www.مراجعات.com. كان معكم مصطفى بركات، شكرا والسلام عليكم.